السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بوجه رسالة لأعظم جمهور في الكون، جمهور الزمالك. أنا لا بتغزل فيكم ولا بطلب ودكم، لأن أنا واحد منكم. بس انتوا شيء إعجازي، شيء ما حصلش. أنا ما شفتش كده في الدنيا. انتوا لو الروح دي اللي عندكم تتنقل لكل حاجة في مصر، هنبقى أعظم دولة في الدنيا كلها، ما اتكررتش. انتوا مخلصين إخلاص مش طبيعي. انتوا فعلا عاليين قوي وراقيين قوي. انا لما براقب تصرفاتكم وبشوف اللي انتوا بتعملوه عشان خاطر الكيان وعشان خاطر الفريق وعشان خاطر كل ما هو ابيض بخطين حمر، فعلا بضرب تعظيم سلام وبعرف ان المصري جواه سبيريت وروح مش طبيعيه، جواه اخلاص ووفاء مش طبيعي. كل حد احتك بيكوا ضرب لكم تعظيم سلام. حتى اعدائكم جواهم عارفين كويس قوي مكانتكم وقيمتكم عامله ازاي. لولاكوا كان نادي الزمالك ده وقع من اول ما المخطط القذر ده بدأ. لولاكوا بس بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، وهو القادر المقتدر، كان نادي الزمالك ده دلوقتي في الدرجه الثانيه، وكان زيه زي اي نادي كان عظيم، ودلوقتي ملوش اي وجود ولا مكانه. حاربته واخلصته واجتهدته وكلفتوا نفسكم من وقتكم ومن صحتكم ومن تفكيركم ومن فلوسكم من كل حاجه، وواقفين ورا النادي وقفه عظيمه. بضرب لكم مليون تعظيم سلام وبتغزل فيكم، بتغزل فيكم وبحبكم جدا، وبتشرف ان انا واحد منكم بصراحه. وكل ما هو ابيض بخطين حمر ليه الشرف. وكل واحد بيعاديكم، بلاش بيعاديكم في الرياضه، بل ينافسكم، نفسه كان يبقى منكم او زيكم ومش هيعرفوا، لان انتم مخلصين بجد. ده الجزء الاول من الرساله. الجزء الثاني من الرساله، بستحلفكم بالله، ركزوا، ما تقعوش في الغلط، ما تمكنهمش منكم، ما تخليهمش يحرموا النادي من اقوى سلاح في ايدينا. انتوا، هم دلوقتي بيخططوا عليكم انتوا عشان يحرموا النادي منكم، عشان يبعدوكم. خلونا فرسان، بأخلاق الفرسان نحارب بمنتهى القوة، بمنتهى الشجاعة، وبمنتهى الأخلاق والمبادئ. ما تخلوهمش يوقعوكوا في الغلط، ما تخلوش حد يستفزكم ولا يخطط لكم. اديكوا شفتوا بهتاف، طبعا انا مش موافق عليه، عملوا ايه ورفعوا سيوف وعايزين يرفعوا قواضي وعشان وعشان وعشان، مع ان هم عملوا قد كده 100 مره من الثمانينات ومن السبعينات، من ايام ما كانوا بيغلطوا في الكابتن حسن شحاته، وبعديها جمال عبد الحميد، وبعديها لغايه الاسطوره شيكابالا، لغايه يعني حسام حسن جاب فيهم جون بهدلوه. ما كانوش بيحبوا اكتر من حسام وابراهيم، اول بس ما راحوا الزمالك غلطوا فيهم ومحدش عتب عليهم حتى بكلمه، حتى بكلمه. امام عاشور كان هنا حاجه ودلوقتي حاجه تانية. فركزوا، ما تخلوهمش يوقعوكوا في الغلط. الجزء الاولاني من الرساله وصل، تعظيم سلام. الجزء الثاني من الرساله ضوء اصفر، مش هنقول ضوء احمر، ضوء اصفر. خلوا بالكم، ما تخلوهمش يوقعوكوا في المكيده اللي بينصبوها. منصوب لنا فخ، منصوب لنا فخ. فبلاش احنا نغلط، اولا احتراما لنفسينا ومبادئنا واخلاقنا، احنا جمهور الصفوه، وعشان ما نمكنش غريمنا منا ونتحرم مننا. ركزوا يا رجاله، وخلوكوا ورا النادي زي ما انتوا، ومحدش يحبطكم، وما تستسلموش لاي كلام ولا تنسبوا وراه. النادي بتاعنا ماشي خطوات مظبوطه، على الرغم سبحان الله يعني مليانين اخطاء، بس ربنا سبحانه وتعالى كرمنا. فنركز ونخلي النادي قدام عينينا، بلاش غضب، بلاش يعني اللي هو العناد اللي يوصلنا للايه، للي هم عايزينه. دي رسالتي ليكم يا اعظم جمهور في العالم. ربنا يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.